هي الحديدة لا تزال تدفع ضريبة الفساد الذي عرش فيها على امتداد العقود الماضية، وفرخ مراكز نفوذ تعودت على نهب السكان من الأرض وحتى رغيف الخبز. من قرية دهنة على إبراهيم حسن دير جابر أكلوا حقنا حق الإمارات وللدولة حاجة. أقسم بالله العظيم إن أنا معين تور أشتغل عليها اليوم ذا، أنا جيت في ذا العمل وإن أولادي بلغدا والله العظيم ولا روحنا بينهم. هذه الوجوه القادمة من تخوم الريف التهامي تشكو شيخ المنطقة الذي استحوذ على مساعدات خيرية، كما تقول صرخات المئات من الأسر في ريف مديرية باجل. لا كهرباء، لا مياه، لا مشاريع، لا كلها يأكلونها الإمارات الكبار. أيوة الذين هم مدولين على هذه الأمور. وكذلك النفقات، لما أتت النفقات وصلت على كل بيت إلا هذه القرى، فلم تصل إليها شيء، وصلت إلى المشايخ والمشايخ باعوها أو صرفوها مدري فين. وحينما قدموا في مسيرات متقدمين بشكواهم إلى السلطة المحلية بانتظار إعادة ما نهب من مساعداتهم الخيرية، ولأن للفساد وجوه متعددة، كان رد الجهات المعنية مخيبا لآمال هؤلاء الجوعى. احنا اتجهنا إلى المحافظ قبل أمس، سبقنا أوامر مدير الناحية، ومدير الناحية أطعنا أوامر محمد المزرية، واحنا واجدين نشتكي من محمد المزرية عند المحافظ، وجابنا الخبر يدور زي ما هو. الفساد مستمر ولن يذهب الفساد، يأخذوا حق المواطن ويأخذون أموال منهم جباية هباء منثورا. أما هنا فجموع من أبناء مديرية السخنة اعتصموا اليوم الأحد مطالبين بإقالة مدير الصحة في المديرية لنهبه وتلاعبه بالأدوية وتحالفه مع مراكز نفوذ في إغلاق عيادات صحية كما يقول هؤلاء. مطلبنا يا أخي رحيل الفاسد قاسم عبد الله الذي باع الأدوية والذي تسبب في فشل حملة التحصين دائما بأخذ أموال العمال الصحيين. مكتب الصحة بالمحافظة بادر بحل المشكلة بعدما تزايدت شكوى سكان السخنة من وضع الصحة المتدهور حتى لا يسمح للفاسدين بالمتاجرة بالحقوق الصحية. فنحن الآن بصدد التحقق ما إذا كان لم يلتزم، فإننا سنضطر إلى ترشيح، جعلهم يرشحون 3 أشخاص على أن نختار شخص بحسب القانون لمديرية الصحة كمدير صحة بمديرية السخنة. مسيرات لأبناء الريف التهامي امتدت من باجل والمنيرة وحتى زبيد ضد مشايخ ينهبون أقواتهم. أما هنا فاحتجاجات في السخنة وزبيد ضد فساد في الصحة، لتمتد الانتفاضة في الحديدة ضد الفاسدين إلى جنود وضباط الشرطة الجوية وجنود الفرن العسكري الذين طالبوا اليوم بإقالة قياداتهم بتهم الفساد. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.